فتاوى إن شاء الله. رزقنا الله وإياكم العمل والإحسان. شكر الله لكم. يقول هل يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام في كل ركعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. أولا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. ثانيا من أهل العلم كأبي حنيفة من قال أن قراءة الإمام تسد عن قراءة المأمومين في الجهرية والسرية على حد سواء، وهذا قول مرجوح أي ضعيف. وثالثا عند المالكية أن قراءة الإمام في صلاة الجهرية تسد عن قراءة المأمومين، وهذا قول وسط قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجنح إليه شيخنا الألباني رحمة الله عليه. وأما القول الذي أفتيكم به وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية على حد سواء، لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، أي غير تمام. وإذا قال قائل: ليس من السنة سكتة طويلة بين الفاتحة وقراءة ما تيسر، وإنما الوارث سكتة يسيرة، فلا يمكن الإمام المأموم من قراءة الفاتحة في هذه السكتة، إذا متى يقرأها؟ أقول: يقرأ المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام لها. فإذا قال عندنا إشكال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قلت: نعم، الآية عامة، وحديث عبادة بن الصامت عند أبي داود بإسناد حسن خاص، ألا وهو: صلينا الفجر. الفجر يا أستاذ جهري ولا سري؟ صلينا الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نفعل. قال: لا تفعلوا إلا في أم القرآن. فالآية عامة والحديث خاص، فخصص الحديث عموم الآية، والله تعالى أعلى وأعلم. وكانت زبدة الإجابة قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية على حد سواء، والله أعلم.